في ناس بتسأل ايه اهمية الكيو ار كود اللي موجود لما انت بتعمل متجر على منصة فاترينا فيو. بص، الفلسفة بتاعت فاترينا فيو ان هي تجيب لك اكبر عدد ممكن من العملاء نقدر ان احنا نتواصل معاه. علشان كده احنا بنسمح لمنصة للمتجر بتاعنا بيبقى مربوط بمواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك، علشان في عالم السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي يبقى في علاقة ما بينك وما بين العملاء. بس في نوعية من العملاء هي مش موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي الناس اللي موجودة على الارض. فازاي نوصل لهم؟ التفكير كان في فاترينا فيو ان احنا نعمل كيو ار كود. الكيو ار كود دوت تقدر ان انت تطبعه، تحطه مثلا لو انت عندك محل على الارض تحطه على باب المحل او تحطه على التغليف بتاعك، علشان في الاخر التغليف بتاعك دوت لو انت عملته مثلا في شنطة محترمة، الشنطة دي في الغالب ما بتضيعش، المصريين بيحبوا دايما ان هم ينقلوها من ايده لايده كده. ففي الحالة دي اي حد هيعمل سكان للكيو ار كود او يعمل مسح للكيو ار كود اللي موجود على الشنطه بتاعتك، هو هيفتح المتجر بتاعك ويقدر يشوف كل المنتجات بتاعتك. ففي الحاله دي احنا برضو بنحاول ان احنا نجيب لك جمهور حتى لو مش موجود على السوشيال ميديا. احنا بنحاول نوصل لكل العملاء اللي يقدروا ان هم يشتروا من المنتج بتاعك بطريقه مختلفه. ودي اهميه الكيو ار كود على منصه فاترينا فيو. هسيب لك رابط المنصه في التعليقات. لو انت عايز تبدا في التجاره الالكترونيه اعمل لنا فولو وسبسكرايب. السلام عليكم.